ضمزي الزعفران. هنايا غندير واحد 2 بصلات مشلضين، سميتو تيبغي البصله هو بالزيت. انا درت غير 2 بصلات، البصله كتجي زوينه مع معلكه، كيخليها كيجي معلك. والحمص مرطب حتى هو راني مرطباه. المهم نجربوا بهذه الطريقه اللي قلت لكم ديال القرفه. قرفه مع البصله كتجي زوينه، البصله والزبيب. صافي غادي ندير الزيت وندير ونخليه ونديرو يتشحر. هنايا غندير شويه تاع الثومه، ما غاديش نشحرو، غندير كلشي حتى غندير هنا واحد 4 فصوص ديال الثومه. صافي غنحاول نحركو مزيان باش تدخل ليه ديك العطريه، وغندير واحد القبيضه تاع الربيع. غنحاول نحركو مزيان باش تشرمل لينا بديك العطريه، تنكه مزيان. وندير الزيت حتى هو. هنا غندير لكم جوج فيديوهات، غندير لكم معكم نشارك معكم هذا الفيديو، ونشارك معكم واحد الفيديو ديال القديد باللوبيا بالقديد تيجي زوين. صافي هنايا من بعد ما حركت وقليت واحد شويه، غندير الحمص، غنزيد الحمص حيت هذا جاني قليل. صافي وغنعمر عليه الماء اللي غادي يطيب فيه. قياس ديال الماء اللي غيطيب فيه. صافي الماء ضروري الماء يكون سخون. نهار بعد ما طاب عاد حليت عليه، ها هو هنا الخلوط طياب. غنسد عليه، غنعاود نسد عليه واحد شويه، من بعد هذا غنزيد الزبيب. ها هو الزبيب هنا مغسول، عندي هنا الزبيب مخلط ما بين داك الديورومي، داك الحمر وداك الاخر شويه. صافي غادي نسد عليه وغنخليه يطيب، نشارك معكم في الطبخه من يطيب. هنايا ها هو من بعد ما طاب هو غنحطوه هنايا. طاب زبده دغيا طاب، جا بنين ما شهيتكم. صافي غادي نحطوه دابا ونشارك معكم واحد الفيديو اخر ديال الفيديو ديال اللوبيا بالقديد، تجي زوينه حتى هي. صافي غادي نحطوه هنا وغنقدمو. صافي هنا خوتي تنحط على الحيمه، وكنحيد دوك العظيمات، كنفصل الحيمه من العظيمه ونحط العظم نخليه في الكوكوط، ونهز الحيمات نحطهم. صافي غادي نحط داك المريقه، داك الحميمصات وداك داك الزبيب جات معلك اخوتي. ما شهيتكم، نتمنى تعجبكم هذه الوصفه. ما تنساوش اخوتي تبارطاجيو القناه مع الاصدقاء والعائله، تعاونوا معايا باللايك وبشي كومونتير زوين، الله يسهل عليكم. صافي غادي نقدم هذا، ومن بعد نشارك معكم هذه وصفه اخرى، فيديو اخر نشارك معكم اللوبيا بالقديد تجي زوينه. نتمنى يعجبوكم هاد الفيديوهات اللي قدمت لكم. هاد الفيديو راه من العيد اخوتي، يلا مونطيتو. سكتي خصني خصوصا نشوف الحزب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نشارك معكم واحد شويه اللوبيا بالقديد كتجي زوينه. ندير اللوبيا هنا مرطبه، ها هي ضروري تكون مرطبينها، باش انا ما رطبتهاش بكري، ما رطبتها الصباح. عندي واحد البصيل نص بصله هنايا ومطيشه. عندي القديد توا مرطباه في المسخون، وغادي نغسلو دابا ونقطعو. ضروري نغسلوه باش تحيد منه ديك الملحه.
صافي هنا كنقطع شويه طريفات صغار. لكم اختيار، بغيتو تخليوه على الطول ديالو يمكن لكم تخليوه. انا كنقطعو بحال هكا طريفات باش اللي بغى ياكل يلقى طريفات مقطعين بلا ما يبقى يقطع. ضروري كنقطعو طريفات صغار. غنديرو في الكوكوط، ندير عليه العطريه وندير عليه البصله والثومه والربيع وانتم معايا. صافي غنحك هاد الفصوص ديال الثومه وغنحك البصله في الكوكوط حتى هي، وغندير كلشي ندير العطريه وندير القياس نخليه حتى يتقلى واحد شويه وندير القياس ديال الماء ومن بعد نرمي عليها اللوبيا. صافي غندير المطيش، عندي مطيشه سوريز غنقطعها على جوج غنديرها. ولا عندكم مطيشه معلبه ديروا مطيشه معلبه. انا عندي هاد الصغيوره قطعتها على جوج غنديرها وغنخلي هادشي يتقلى تذوب ليا ديك المطيشه. من بعد عاد غنديرو البلول وكنسد عليه. غناخد اللوبيا هنا غنغسلها مزيان، كنت مرطباها نغسلوها مزيان نصفيوها حتى تشحر لينا الكوكوط. وغنديرو القياس تاع البلول ونرميو كلشي. نحاولو نغسلوها مزيان. صافي غنخلي حتى يتقلى مزيان، حتى تقلى ليا البصله وهاد المطيشه، تذوب ليا المطيشه مزيان، الثومه وداكشي. دابا غندير العطريه. هنا من بعد ما تقلات ليا هاد المطيشه وهاد البصله شويه دابت هذيك المطيشه ضروري خصها تذوب المطيشه. صافي غادي نزيد العطريه، البزار، الخرقوم، سكينجبير، التحميره، الكمون، القزبر كارم. صافي غادي نديرهم هنايا
الملحه ما نديرش دابا، حيت كاين القديد مالح حتى الاخر وندوق. الملحه ما ديروهاش في الاول حلا كان القديد مالح صافي. وغنعمر ندير النص ديال القياس ديال الماء. غندير اللوبيا دابا غنخوي عليها الماء طايب، ندير واحد شويه تاع الماء باش العطريه ما تحرقش لان العطريه ضروري ندير شويه الماء مع العطريه هكا. عاد تشحر لينا واحد شويه صافي ونديروا الماء صافي. غنخوي دابا اللوبيا صافي. صافي غندير القياس ديال الماء اللي غيكفينا، ومن الاحسن نديروا الماء طايب، انا درت الماء بارد. ديروا الماء طايب وسدوا عليها وخليوها. غادي نخلي نسد عليها نخليها حتى طيب، من بعد نشارك معكم كيفاش جات. صافي من بعد ما طابت حطيتها هي خوتي. جا زوين اللوبيا بالقديد، كتجي زوينه ورائعه. كتبغي الحار، كتبغي الفلفله حاره، كتجي لذيذه بالصحه والراحه. نتمنى يعجبكم هاد الوصفات اللي قدمت لكم اليوم. شاركت معكم وصفات طيابنا اللي كنشارك معكم، الطياب العادي اللي كنطيبو في دارنا. نتمنى يعجبكم والسلام عليكم. وما تنسوش اخوتي اللايك والبارطاج، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.